الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا قبل ما نبدا الفقره ما تنسوش تودوا لاخواتكم شهداء غزه، ربنا يا رب يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. طبعا منذ قليل انتهت مباراه نادي الزمالك امام ابو قير للاسمده بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. طبعا احمد السيد زيزو وضع الهدف الاول، طبعا يعني كان في نسبه توفيق كبيره في الهدف ده، وطبعا مصطفى شلبي الهدف الثاني، وبكده يصل نادي الزمالك لدور ال 16 لملاقاه مودرن سبورت الفائز على نادي الشمس بخماسية مقابل هدفين، والفائز منهم طبعا هيقابل الكسبان من سموحه وزد. وطبعا هتبقى مباراه قويه جدا بين الفرقتين الجايين. بالتوفيق لنادي الزمالك في كاس مصر. طبعا كمان النادي الاهلي بيتصدر الدوري المصري مؤقتا طبعا بفوزه على سموحه من المؤجله الخامسه. الاسبوع الخامس طبعا كان ليه مباراه مؤجله وفاز فيها النادي الاهلي. طبعا يعني مش هنتكلم بقى على موضوع البالونه والكلام ده لان احنا عارفين يعني، لكن نصيحه نصيحه يا امام، اللقطه مش دلوقتي يعني بجد والله. انت عندك مشاكل بره اصلا الكوره، فخليك في مشاكلك. انما حته اللقطه وجماهير الاهلي طبعا ما صدقنا الامور بقت هاديه بين الجمهورين، مش وقته. طبعا ميلان بيتوج باللقب بالسوبر الثامن في مسيرته امام الانتر بثلاثيه مقابل هدفين. طبعا كانت مباراه جميله جدا واتفرجت عليها الصراحه وفرحت. طبعا وضع الاهداف اللاعب الايراني ولاعب لوتارو. طبعا في الميلان وضع طبعا بثلاثيه بثلاث اهداف تيو هرنانديز واللاعب الامريكي بوليسيتش، وتوني ابراهام وضع الهدف الثالث في الدقيقه 90 وتوج فريق ميلان بالبطوله. طبعا كمان برشلونه امس فاز على اتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الاسباني بالفوز بهدفين. طبعا جافي وضع الهدف الاول ولامين يامال وضع الهدف الثاني في الانتظار طبعا الكسبان من ريال مدريد الليله امام ريال مايوركا. وطبعا انا حاسسها هتبقى فيها كلاسيكو جديد. نرد بقى على الناس بقى يعني، طبعا فاكرين يا جماعه سيد عبد الحفيظ لما شتم مروان حمدي عشان حوار اساءه الجماهير. طبعا مروان حمدي دلوقتي الرد طبعا رد مع هاني حتحوت، وطبعا الناس زعلانه بجد والله. هو الرد، هو اصلا رد مقنع. انت بتقول لا ده طب ما انت فعلا يا كابتن سيد انت كنت فين لما حوار الشحات والشيبي؟ انت ما اتكلمتش ليه في الحوار ده؟ وقلناها قبل كده كابتن سيد، البوم طخ ما بيعملش حاجه. اتمنى انا كابتن سيد تعقل بقى بايه وتتكلم كوره شويه يعني بجد. انت كلامك كله زي ما بيقولوا ايه، قصف جبهات وبوم طخ وتحكيم والزمالك ومش الزمالك. طبعا يا اخوانا يعني الراحلين طبعا حتى الان بيرسي تاو خلاص وقع لقطر القطري، وكهربا بنسبه كبيره رايح الاتحاد الليبي. وطبعا سيف الجزيري كمان جمع متعلقاته خلاص ورحل من نادي الزمالك. طبعا يعني في كلام عن الترجي وفي كلام عن بيراميدز حتى الان ما نعرفش، لكن هيروح فري. طبعا يا اخوانا يعني دي كانت اخبارنا النهارده. اتمنى يا رب. طبعا كمان توتنهام فاز على ليفربول امس وطبعا تاهل لنهائي كارابو كمان كده يعني كده. دي كانت كل اخبارنا. اتمنى يا رب ما اكونش تقلنا عليكم. ادعوا لاخواتكم بردا وسلاما على اهل غزه، وان شاء الله طبعا جمعه مباركه عليكم بكره ان شاء الله. نتمنى يا رب نكون ما نتقلش عليكم، وحافظ الله فلسطين ونترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ونختم بخير ختام وهي الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.